يا مساء الخير على كل المستمعين في كل مكان، أتمنى أن تكونوا بخير. أهلا بيكم في بودكاست جديد من اسمعني. معاكم أسماء رحيم. النهاردة هنتكلم عن ظاهرة التأخير. كل حاجة بتتأخر في حياتنا بيكون ليها سبب وبيكون ليها فايدة كبيرة جدا احنا ممكن نكون مش شايفينها في وقتها. كل تأخير حصل في حياتك انت اتطورت فيه بشكل أو بآخر، ممكن تكون بوعي أو بدون وعي. عرفت فيه حاجات عن نفسك، عرفت فيه عيوب كان المفروض تشتغل عليها عشان حاجة دي تجيلك، أو لو كانت وظيفة مثلا فأنت عرفت مهارات معينة انت عشان تتقبل في الوظيفة اللي بتدور عليها لازم تكون عندك المهارات دي، فبتبدأ تبحث وتتعلم وتطور من مهاراتك وتقرأ الديسكريبشن بتاع كل وظيفة وتعرف أكتر وأكتر وأكتر وانت عمال بتقدم ومفيش حد بيكلمك او بيكلموك وتروح الانترفيوز بس لسه مش بتعرف تعدي الانترفيوز قوي، فبالتالي بتتأخر ما بتتقبلش وما زلت عمال بتقدم ومفيش حاجة بتيجي. تخيل معايا انك اتقبلت في شغل اوكي او وصلت للحاجة اللي انت عايزها، بص كده وراك في الفترة اللي كنت بتبحث فيها عن هذا الشيء سواء كان وظيفة أو أيا كانت الخطوة إيه. بص فيها كده، تأمل إيه اللي حصل فيها. لو أنت طبعا شخص دايما بيسعى هتلاقي نفسك في خلال الفترة دي أنت اكتسبت مهارات لا يمكن كنت تكتسبها لو أنت جاتلك الحاجة دي على الجاهز، أو كنت مش محتاج أنك تبحث ورا الحاجات دي، ما كنتش هتعرف هي يعني ايه اصلا. بمعنى او بمنتهى البساطة انه الفترة اللي فاتت دي هي طورت فيك حاجات انت هتحتاجها في الشغلانة اللي جايالك في الطريق. الشغلانة اللي جايالك في الطريق دي ممكن تكون فرصة كبيرة جدا انت ما كنتش تحلم بيها، ممكن تكون مكافأة ليك عن التأخير اللي حصل ده، بس مش مكافأة وبس، لا مكافأة وكمان كانت السبب في انك تكتسب حاجات هتفيدك لباقي حياتك بعدين. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا على كل شيء. انا مش هضرب المثال بس على الانترفيوز والشغل، كمان على الجواز، كمان على موضوع الاطفال، كمان على انك تسافر بلد انت عايزها، على دراسة انت بتحلم انك تدرسها. ففي حاجات كتيرة جدا 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 في طريقك للحصول عليها بتكتسب حاجات تساعدك انك تستقبلها بشكل احسن، فبالتالي بتحمد ربنا على هذا التأخير بكل رضا من جواك وبكل أريحية انه الحمد لله ان الحاجة دي ما جاتش دلوقتي وجات بعدين، لان خلال الطريق انا بقيت افضل نسخة من نفسي. لما الانسان يعيش على طاقة انه كل يوم بيتطور عمره ما هيحس انه ناقم على شيء، هيشوف الحكمة من وراء الأشياء، عمره ما هيحس إنه هو في سلبية بتتخلل حياته. وده مش معناه إن مش هتجي سلبية، لا بالعكس، هو إنسان طبيعي فممكن شوية يحس بالسلبية، شوية يحس بالحزن، شوية يحس بالإحباط، شوية يحس، بس كل يوم بيجي هو بمثابة أمل جديد بيتجدد في حياته. فالإنسان اللي عايش بالعقلية دي صدقني هتوصل لكل حاجة انت بتحلم بيها حتى لو اتأخر الحصول عليها. فكون مطمن ان الحمد لله يا رب انك انت عندك العقلية دي، انك بتفكر بالشكل ده، انك انت الحمد لله ربنا رزقك انك تشوف الحكمة وقت حدوث الحدث حتى لو كان سيء. فده كله نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى، فلازم تحمد ربنا عليها من قلبك وتكون متأكد انه إن مع العسر يسرا، وانه لكل مجتهد نصيب، وانه كل شيء في طريقه ليك طالما انت بتسعى ليه وكان خير او يكون في الاطار الحلال او الطبيعي او اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فاي حاجة انت مستنيها تأكد ان هي هتجيلك. انا جيت النهاردة عشان افكرك بالمعنى ده. بشكركم جدا على حسن الاستماع، واتمنى يا رب ان كنتوا توصلوا لكل حاجة انتوا عايزينها في اقرب وقت ممكن، وان شاء الله تيجوا تقولوا لي في الكومنت ان انتوا وصلتوا لها وان انتوا حاسين بالاحساس اللي بتكلم عنه دلوقتي، وتكونوا فعلا ممتنين من جواكم جدا جدا جدا. طبعا لو في حد انت عارف انه محتاج يسمع الكلام ده مش هوصيك انك تبعت له الفيديو، وما تنساش السبسكرايب واللايك لان ده بيدعمني جدا اقدر اكمل في المحتوى اللي بقدمه. ولو عايزين تتواصلوا معايا بشكل شخصي انا موجودة على انستجرام اكتر شيء، اللينك في الديسكريبشن. بشكركم جدا واشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي باي.